يا ترى هنشوف ايه لو خدنا عينه من جوه المناخير بتاعتنا وحطيناها تحت الميكروسكوب؟ ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ انت ممكن تكون شايف الموضوع مقزز جدا، لكن انا بعمل لك الفيديو ده عشان اعرفك ان انت من غير الحاجات اللي جوه مناخيرك ممكن تكون عرضه لامراض لا حصر لها. طبعا بعد ما اخدنا السلايد بتاعتنا وحضرناها وجهزناها وحطيناها تحت الميكروسكوب تلاقي حشره غريبه جدا وصغيره لابعد حد مستحيل تشوفها بعينك المجرده، لان احنا شايفينها تحت الميكروسكوب لانها بتجري. لكن احب اقول لك وافاجئك ان دي كالعاده عينه فيك عشان بيجيبوا ليها فيوز، وفي الحقيقه اللي هتشوفه عكس كده تماما. اللي هتشوفه غير خلايا الجلد الميته والقوام اللي موجود في المخاط اللي عندنا، اللي انت هتشوف شعيرات دمويه اللي احنا بنسميها الاهداب. ده غير كمان ان احنا اتفاجئنا ولقينا شويه اتربه وكمان حبوب لقاح. كل ده موجود جوه المخاط اللي جوه مناخيرك. ده غير انواع من الفيروسات والبكتيريا والجراثيم اللي متاكد ان هي موجوده، بس احنا ما نقدرش نرصدها بالميكروسكوب الضوئي اللي معانا. تخيل هيحصل ايه لو المخاط والاهداب دي ما كانتش موجوده وكل البكتيريا والاتربه والحاجات دي كلها دخلت جوه جسمك، هيحصل ايه؟